اوريكم مكان في العتبة بيبيع الشوزات ب100 جنيه، وفي حاجات كمان ب60 جنيه مستوردة هتعجبكم اوي. زي ما انتم شفتوا كده احنا خرجنا على الشمال، وعند المبنى ده بنحود يمين على طول. الشارع كله شوزات وجزم زي ما انتم شايفين، وفي كمان شنط وفي حاجات. والله فعلا في ناس بتبيع حاجات مستوردة هتلاقوها في المحلات اللي بره معدية ال500 وال600. تمام، انا هوصل بيكم. شايفين عند المعاون العربي ده المكان بتاعنا اللي احنا رايحينه هو هنا، ده اسمه عمي سعد. عمي سعد ده قسما بالله الحاجات فعلا في حاجات كتير لقط ومستورده. انا مصوركم المحل اللي في وشه عشان تعرفوا تشوفوه. معلش بقى انا مكنتش عارفه اصور، المكان كان زحمه جدا. اول حاجه دي الحاجات دي ب100 جنيه. الشوزات زي ما انتم شايفين هاف بوت، وفيهم حاجات جلد وخامتهم تحفه. هنا الناس كانت عماله بتذوق فيا والله يا جماعه، يعني مش ان انا مش عارفه اصور لكم. ادي كده اللي شوفوا الخامة تحفة، والتقفيل جميل جميل جدا. انا كنت قاصده ان انا اجيبها لكم كده، هي الاضاءة كانت بالنهار بصراحة وانا ما كنتش مظبطاها قوي. زي ما انتوا شايفين الهاف بوت ده ب100. في حاجات طويلة وفي حاجات قصيرة، ده ب100. ماشي، شايفين من جوه وفي عليه فرو. ده ب100، وده كمان برضو ب100. اي حاجة كانت على الستاند ده كان ب100 جنيه. ماشي، هنا ده الستاند التاني ب65 جنيه. اي حاجه فيه ب65 جنيه. في حاجات رجالي وفي حاجات حريمي، في كل حاجه. ده رجالي اهو ب65 جنيه. برضو شايفين الصنادل دي انا مصورها لكم. في شباشب وفي حاجات لو قلبتوا فيها كمان كتير. يعني شوفي الجزمه دي اساسا في اقل محل ب150 جنيه، كانت ب65 جنيه. اي حاجه في الحاجات دي كانت ب65 جنيه. ماشي. وهوريكم شايفين التحفه ده كان تحفه جدا على فكره، انا اخدته واخدت من ده السيلفر. ماشي اهو، شوفوا السيلفر كان مكتوب عليه 145 جنيه، فعلا كان ب65 جنيه. الشبشب ده تحفة. شوزات الأطفال ب65 جنيه. الشوزة دي ب65 جنيه طبعا ما فوتهاش. جزم رجالي. بصوا كل أي حاجة على الستاند ده بينزل بضاعة كل يوم الصبح يا بنات الساعة 8 الصبح. هتروحوا هتدخلوا المكان ده هيعجبكم الحاجات جدا.